لو عندي خشونه ركب ينفع انط الحبل؟ يعني ايه اصلا خشونه ركبه؟ هنعتبر ان دي العظمه بتاعه الرجلين وادي الركبه، وبيكون فوقيها في غضاريف جواها سائل لزج بالشكل ده، وادي العظمه التانية. لما بيحصل خشونه ركبه بيبدا الغضاريف دي تتآكل سنه بسنه لحد ما يبقى مفيش غضاريف خالص، ويبدأ العظم يحك على بعضه بالشكل ده. عشان ما نوصلش المرحلة دي تعالي اقولك نعمل ايه. بيكون في عندنا جزء ضعيف سواء ركبة كوع رقبة، ما بنروحش على الجزء ده دايركت وبنمرنه، بنبدأ نقوي العضلات اللي حوالين الجزء ده، وبالتتابع الجزء ده بيقوى. يعني احنا لو عندنا مشكلة في الركبة هنبدأ نقوي عضلات الفخذ الأمامية وعضلات الفخذ الخلفية والسمانة. في الحالة دي بالتتابع ركبنا هتجبان كده. ما ينفعش ابدا نعمل تمارين زي السكوات ولا ننط الحبل ولا نعمل حاجة فيها اجهاد على الركبة. نتمرن على قد ما نقدر واحنا قاعدين واحنا نايمين، ولا نستهدف الركبة مطلقا. استك ده استك المقاومة ده تشتريه وتعملي تمارين واسترتشات في البيت على قد ما تقدري. تلبسي مقوي الركب ده وانت بتتحركي، ما تقعديش ابدا وانت تانية ركبتك بالشكل ده. اخر حاجتين، دلكي ركبتك بزيت زيتون وخدي اوميجا 3. هاتي كوتش رياضي من ماركه محترمه الراننج والبسيه دايما. ما تخبطيش ركبتك في السلالم وانت طالعه.